اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. بمناسبه ان هاي ايفولوشنري هيظهر ان شاء الله في فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3، النهارده هنتكلم على هاي ايفولوشنري في الكوميكس وناخد فكره عنه. هاي ايفولوشنري هو شخصيه تبع مارفل كوميكس او زولي في الكوميكس، كان في شهر سبتمبر سنه 1966. الكلام ده كان في العدد رقم 134 من سلسله الكوميك ثور على ايد ستانلي وجاك كيربي. هو اسمه الحقيقي هو هيربرت إدجار ويندم. هو اتولد في مانشستر انجلترا في عشرينات القرن الماضي. هو كان معجب بتجارب مستر سينستر، ابتدى يعمل تجارب جينية على الفئران فقابوا أهله أملا في تطويرها. بعد كده بيروح مؤتمر في جنيفا سويسرا، بيقابل إن هيومن بيساعده في كسر الشفرات الجينية، بيبتكر مصل بيسمح بالتغيير الجيني. بسبب عمله المثير للجدل ده جامعة أكسفورد بتطرده، بيرجع قابو أهله، بيكمل تجارب على الحيوانات، بينجح في تطوير كلب إلى كائن نصف بشري. الكائن ده بيهرب بعد كده والصيادين حوالين البيت بيقتلوه. هو بيبقى مدرك حقيقة ان هو لو عايز يكمل في التجارب دي هو محتاج مكان آمن ويبقى بعيد عن منتصف المدينة. بيكلم عالم عرفه من المؤتمر اسمه جوناثان درو، ده يبقى ابو جيسكا درو سبايدر وومن. يقول له ما تيجي نشتغل مع بعض ونكون شراكه، احنا دماغنا زي بعض. هو بيقول له انا موافق معاك، وبالصدفه انا مراتي ورثت حته ارض على جبل وندجور في دوله ترانسيا، يلا نروح هناك. بيروحوا هناك بالفعل وبيكتشفوا ان الارض دي فيها يورانيوم. بيكونوا ثروه وبيشتروا حته ارض من البارون اللي جنبهم اللي اسمه جريجور روسوف، ده يبقى جد جاك راسل اللي هو وير وولف باي نايت. بيقرروا ان هم يعملوا لنفسهم قلعه هيبقى اسمها سيتادل اوف ساينس. بعد كده هيربرت بيقابل الان هيومن اللي كان قابله في سويسرا تاني، بيقول له المره دي يا هيربرت انا عندي ليك مفاجاه. جيش من الميلويدز ودول فرع من البشريه صممهم الديفيانس عشان يبقوا عمال. قال له العمال دول هيفيدوك في بناء القلعه، وبالفعل هيبتدوا يبنوا فيها. بعد كده جيسيكا بيجي لها تسمم نتيجه تعرضها المستمر لليورانيوم. ابوها هيديها مصل من دم العناكب، ده كان مصل مش متجرب. هيربرت بيدخلها في مسرع جيني علشان جسمها يتأقلم مع المصل. بعد كده الام بتتخانق، بتقرر انها تطلع تشم هوا. بنشوف ان البارون جريجور ده ما هو الا مذئوب وبيموتها. ساعتها جوناثان بيكتئب، بيقرر ان هو يرجع امريكا، بيسيب بنته مع صاحبه. هيربرت بيعمل لنفسه بدله من الفضه عشان تحميه من المذئوب، بيخش معاه في معركه وفي الاخر بيعرف يحبسه. بيقرر يكمل تجارب على الحيوانات، بيعمل جيش من الكائنات النصف بشريه بيسميهم نيو من وبيعلمهم القرايه والكتابه. الساحر ماجنوس بعد كده هيسيطر على جسم جوناثان، هيروح لهيربرت يقول له على فكره انت القلعه بتاعتك دي مبنيه على سجن لشيطان قديم اسمه شيسون. هو مش هيصدق القصه دي عشان هو رجل علم وهيفتكر ان صاحبه بيشتغله، بس هو هيوافق على طلبه ان هو يمرن النيو من على اساليب القتال والفروسيه. هم هيسموا نفسهم نايتس اوف وندجور وهيسموه هاي ايفولوشنري. هتمر عقود كتير ولسه جيسيكا في المسرع الجيني وهو لسه محتفظ بجريجور. جريجور يوما ما هيكون بيقرا في كتاب الدارك هولد عشان يشفي نفسه من لعنه المذئوب، هو هيحرر شيسون. ساعتها بنشوف ان ماجنوس هيسيطر ويستحوذ على جسم جريجور، وبمساعده نايتس اوف وندجور هيعرفوا يرجعوا شيسون تاني للسجن بتاعه. في نفس الوقت ده كان في واحده ست اسمها ماجده، كانت حامل، جت القلعه عشان تولد، بتخلف ولد وبنت. بعد ما بتولدهم هي بتمشي على طول. البنت دي بتتاثر بسبب سحر الشيطان لحظه هزيمته. بعد كده هاي ايفولوشنري بيقرر ان هو يدور الولد والبنت دول على اهل يتبنوهم، وفي الاخر هو بيديهم لزوج وزوجه غجر. بعد كده الولد والبنت دول بيتسموا بيترو وواندا ماكسيموف، اللي هيكبروا بعد كده يبقوا الابطال اللي احنا عارفينهم باسامي كويك سيلفر وسكارلت ويتش. وواندا بعد كده هتفضل تستخدم سحر الفوضى نتيجه تاثرها بسحر شيسون. جيسكا بتفوق. هاي ايفولوشنري بعد كده بيطور ذئب هيعرف بعد كده باسم مان بيست. مان بيست هيبقى عايز يسيطر على العالم، هيعمل لنفسه جيش من النيو من. ثور هيجي يساعد هاي ايفولوشنري، هيعرفوا يتغلبوا على الجيش ده. هاي ايفولوشنري هيحط النيو من دول في سفينه فضائيه ويخليهم يتجهوا الى مجره بعيده. بعد كده هياخد نايتس اوف وندجور ويخليهم يخشوا جوه القلعه. القلعه دي نفسها ما هي الا سفينه فضاء عملاقه. هيسيبوا كوكب الارض، هيمشوا كلهم باستثناء شويه، هيسيبهم على كوكب الارض مع جيسيكا. وبعد كده هيروحوا الكوكب ده هيسموه وندجور 2. بعد كده هاي ايفولوشنري هيكتشف ان نيومن بيتأثروا بغرائزهم الحيوانية وهتسيطر عليهم وهيخشوا في معارك ما بينهم. والكوكب ده كان على وشك التدمير، هيبتدي يدور في الكون على كائن قوي جدا بما فيه الكفاية ان هو يعرف يسيطر عليهم. هيخلي 2 صيادين في كوكب الارض يخدروا هالك ويبعتوه له. كان ناوي يعمل عملية على هالك عشان يطوره. قبل ما يعمل كده النيو من بيهاجموه.
هو بيتصاب جامد، بيقرر ان هو يعمل العمليه دي على نفسه بدل ما هي على هالك. بيتطور، بيتحول للانسان ممكن يبقى عليه كمان مليون سنه من التطور، بيبقى كائن جود لايك، بيسيب جسمه البشري، بيقرر ان هو يحول كل النيو من لاصولهم الحيوانيه، وبعد كده بيقول انا خلاص انا لازم اتحد مع الكون، وبيختفي. بعد كده هو بيرجع تاني وندجور بسبب النيو من اللي على كوكب الارض بيطلبوه، بيستغيثوا بيه بسبب ان مان بيست بيهاجمهم. هو بيرجع بعد كده لشكله البشري، وبيعرف طبيعه قدراته ان هو عنده الامكانيه ان هو يزود او يقلل من تطور اي كائن حي حسب رغبته. بعد كده بينشئ كاونتر ايرث، ودي نسخه مثاليه من كوكب الارض، عالم ما فيهوش جريمه او عنف، بيحطها الناحيه التانيه من الشمس. بس مان بيست بيبوظ مخططاته وبيزرع الجريمه والعنف. هو بعد كده بيقابل همه في الفضاء، بيديله الاسم وورلوك، بيديله حجر الروح، وبيبعته كاونتر ايرث عشان يطهرها من مان بيست واعوانه. بعد كده بنشوف ان جالاكتوس بيعرف بشأن كاونتر ايرث من احد مبعوثيه كان على وشك ان هو يدمرها. هاي ايفولوشنري بيطلب مساعده فانتاستيك فور، بيخشوا مع جالاكتوس في معركه، وبعد كده بينتصروا، وكاونتر ايرث بتنجو. جالاكتوس كان بيحتضر، بس هاي ايفولوشنري بينقذ حياته عن طريق ان هو بيحوله لطاقه. البيوندرز بعد كده بيخطفوا كاونتر ايرث. هاي ايفولوشنري بيخش في اكتئاب، كان عايز يموت نفسه بس مش بيعرف بسبب البدله اللي هو لابسها. بيستفز هالك ان هو يحاربه عن طريق ان هو خطف اصحابه، كان عايزه يدمر البدله اللي هو لابسها، وبالفعل ده اللي بيحصل. وبينجح في ان هو يقلل من تطوير نفسه لماده لزجه بدائيه، بس هو بيرجع بعد كده. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي ايه قدراته؟ هو طور من نفسه فبقى كائن جاد لايك. هو بقى عنده الحد الأقصى من الذكاء اللي ممكن أي بشر يوصل له. هو البشر الوحيد اللي ممكن نقول ذكائه ومعرفته ممكن يتحط في مقارنة مع قوة كونية. هو عالم الوراثة رقم 1 في عالم مارفل، بيتلاعب بالمادة على المستوى دون الذري، بيعرف يزود أو يقلل من تطور أي كائن حي حسب رغبته. هو عنده معرفة في علوم كتير جدا زي الأحياء والطب، الفيزياء، الهندسة، علوم الحاسب، وعلم النفس. هو برضو عنده قدرة على التلاعب بالطاقة، معرفة كونية، عنده تخاطر، عنده تحريك ذهني، بيعرف يغير من حجم جسمه، وكمان عنده سفر عبر الابعاد. البدله بتاعته بتوفر له حمايه عاليه جدا، بتعالج جروحه، بترجعه من الموت، وهو يعتبر خالد. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على ظهوره في الاعمال الفنيه. هو ظهر في 5 مسلسلات انيميشن، ممكن نقول مارفل سوبر هيرو سكواد شو، جارديانز اوف ذا جالاكسي، اكس مان ذا انيميتد سيريس، سبايدر مان انليميتد، وفي هالك اند ايجنت اوف سماش، وظهر في لعبه فيديو جيم. بالنسبه لظهوره في اعمال اللايف اكشن، فهو ان شاء الله مقرر ظهوره في عالم مارفل السينمائي اللي هو الام سي يو، فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي المقرر عرضه شهر مايو سنه 2023. هيقوم بالدور بتاعه الممثل شكودي اوجي. بس كده، دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على هاي ايفولوشنري في الكوميكس وعرفنا قدراته. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي؟ انت متشوق انك تشوفه في فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3 ولا لا؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير. لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.